السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل النهاردة مع بعض تحلية سريعة كده وبسيطة، ومش هتاخد منك اي وقت خالص. 5 دقايق هتلاقي نفسك معاملاها ومخلصاها. تحلية ساقعة كده وبتاكليها بتبقى طعمها ولا ألذ من كده. تعالوا يلا اقولكوا على المقادير. مقاديرها بسيطة خالص. معايا هنا بقى انا جايبة كيسين اوريو وطحناهم في الكبة، او لو ما عندكيش كبة حطيهم في كيس وهرسيهم بالهون. هتعمل معاكي كريم شانتيه، كوباية مية، شوكولاتة، معايا فانيليا. لازم تحطي مية ساقعة، او لو عايزة تستبدليه باللبن تمام اوكي مفيش مشكلة. انا جبت بولة هنا وهبدأ انزل بالكريم شانتيه بنص كوباية، وهبدأ انزل عليها بالمية الساقعة او اللبن السقعان، ولازم تكون سقعانة قوي او مجمدة. كل ما تبقى سقعانة كل ما تديكي نتيجة احسن وافضل من كده. هبدأ بقى اجيب المضرب الكهرباء زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اخلطه بقى كويس، ولو ما عندكيش مضرب كهرباء ممكن تستخدمي مضرب سلك برضو هتشتغل معاكي. حاجة هتبقى النتيجة برضو كويسة، مفيش اي مشكلة خالص فيها. انا بقى هفضل ادوبه كده لحد ما عمل الفوم بتاع الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. انا مش حاطه عليه سكر وهو مش مسكر، يعني انا جايبه الكريم شانتيه مش مسكر، معلهوش سكر. حطيت بقى عليه نقطتين من الفانيليا او 3 نقط من الفانيليا كده. ما كتريش فانيليا عشان ما تمررش معاكي، ولو ما عندكيش فانيليا سايله هتحطي كيس فانيليا، اللي هو الكيس العادي. هقلبه برضو تقلبتين كده عشان الفانيليا تخش في الكريم شانتيه. انا كده خلاص جهزت الكريم شانتيه. هبدأ بقى اجيب البولات بتاعتي او الكوبايات بتاعتي، وهنزل عليها بكل كوباية هنزل بيها معلقة من الاوريو المطحون الناعم. هنزل فيها بمعلقة واحدة بس، اللي هي تعمل طبقة في الكوباية او في البولة بتاعتي من تحت. هبدأ بقى بعدها انا هجيب الكريم شانتيه، وهبدأ احط عليه باقي الاوريو. انا ما استخدمتش طبعا الكيسين الاوريو كلهم، انا اخدت منهم حاجات بسيطة وده باقي الاوريو. انا حطيته على الكريم شانتيه وخلطته مع بعضه كده كويس جدا. هبدأ بقى اجيب كيس حلواني، او لو ما عندكيش كيس الحلواني اللي هو دوت هتجيبي كيس عادي وتحطي فيه الكريمة وتقطعيه كده قطع صغيرة وتستخدميه عشان ما تبقاش شكلها مش حلو معاكي. انا كده حطيت الكريمه وقطعتها كده قطعه متوسطه من تحت من الكيس، وبدات مليت الكوبايات. كوبايه، يعني عملتها كوبايه الا ربع من الكريم شانتيه. ما مليتهاش على اخرها، لو انت حابه تمليها على اخرها ده برضو يرجع لك انت، وعلى حسب الكميه وعلى حسب العدد اللي انت عاملاه. تمام. انا جبت بقى الشوكولاته دي، شوكولاته قطع. لو انت اي شوكولاته عندك انت حباها جيبيها وسيحيها بالشكل ده كده. بتسيحيها ازاي؟ بتسخني ميه مغليه وتحطي الطبق كده فيها يستحمل الحراره، وقلبيها تقلبتين هتلاقيها ساحت معاكي وفكت وبقت تمام. جبت كيس حلواني برضو حطيت فيه الشوكولاته وقطعتها قطع صغيره، وبدات اعمل طبقه سميكه على كل كوبايه. على كل كوبايه عملت طبقه كده سميكه او طبقه متوسطه من الشوكولاته. لو انتي بتحبيش الشوكولاته قوي اعملي طبقه صغيره. هتحطي بقى طبعا واحده اوريو كده عليها وتحطيها في التلاجة ولا ألذ من كده. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم.